زمان كان أهالينا لما بيحبوا يطمنوا على حد من ولادهم اتأخر بره أو بيسهر زيادة كانوا يقعدوا ورا الباب أو يراقبوا النور من تحت عقب الباب عشان يعرفوا هم ناموا ولا لسه صاحيين. الحركة دي كانت غريزة خوف ومتابعة طبيعية جدا. في نهاية الفيديو هقولك ليه الناس كانت بتعمل كده زمان، والسبب هيصدمك لو قارنته باللي بيحصل دلوقتي. أهلا بيكم يا شباب في مراجعة تقنية من الآخر. النهاردة هنتكلم عن تطبيق اسمه سيم لوك. التطبيق قالب الدنيا ومحقق أرقام تحميلات مرعبة. قبل ما ندخل في التشريح خليني أقولك إن التطبيق ده بيقدم لك رادار للمراقبة، وأهم 5 مميزات فيه هي إشعارات فورية في اللحظة اللي الشخص بيفتح فيها واتساب، تقارير بيانية دقيقة جدا بالدقايق وبالثواني، إمكانية متابعة أكتر من رقم في نفس الوقت، واجهة سهلة جدا مش محتاجة عبقري عشان يشغلها، بيشتغل حتى لو الشخص ده عامل لك بلوك أو قافل اللاست سين. خليك معايا لآخر الفيديو عشان هقولك 5 عيوب قاتلة و5 نصايح ذهبية لازم تعرفها قبل ما تفكر تنزل. ايه هو سيم لوج بالضبط؟ بص يا سيدي، ده مش تطبيق شات، ده جاسوس رقمي، أو بلغة المهنيين يعني بارتنال كنترول تول. وظيفته الحقيقية انه بيراقب حالة الظهور اونلاين اوفلاين على تطبيقات زي الواتساب. بيحل مشكلة القلق عند الاهالي اللي عايزين يعرفوا ولادهم بيسهروا لحد امتى او بيفتحوا الموبايل وقت المذاكرة ولا لأ. واللي بيميزه عن غيره هو الثبات، يعني السيرفرات بتاعته نادرا ما بتقع مقارنة بالتطبيقات التانية اللي بتتقفل كل يومين. مناسب لمين التطبيق ده؟ التطبيق ده معمول في الأساس للأب والأم المترددين أو اللي حاسين إن ولادهم في خطر، لكن للأسف بيجذب المتوترين في العلاقات العاطفية، يعني زوج زوجة. مش مناسب أبدا عشان زوج وزوجة عشان يراقبوا بعض، يعني الزوجة تراقب جوزها أو الزوج يراقب مراته. مناسب مش مناسب أبدا لحد بيدور على الخصوصية، ومناسب للمبتدئين جدا لأنك مش محتاج تعمل روت للموبايل أو تعقيدات تقنية. تستخدمه ازاي بقى من الألف للياء؟ أول ما تنزله مش هيطلب منك حساب معقد، هو بس بيطلب منك صلاحيات الإشعارات. هتدخل تختار الدولة وتكتب رقم الموبايل اللي عايز تراقبه، هتديله اسم حركي للرقم ده، هتدوس ستارت تريكنج. اول اعداد لازم تعدله هو نوتيفيكيشن ساوند عشان تميزه عن رسائل الواتساب العادية. اهم قسم هو اللوج انيلايز اللي بيجيب لك خريطة زمنية لليوم كله، الشخص ده قضى كام ساعة اونلاين. اقوى حاجة فيه هي البي دي اف ريبورتس، انك تقدر تطلع شيت كامل بكل دخلة وطلع على الشخص ده. وميزة مخفية هي انه بيقارن بين رقمين، يعني لو معاك النسخة المدفوعة عشان تعرف هل الشخصين دول بيفتحوا ويقفلوا مع بعض ولا لأ. ودي طبعا حركة ذكاء اصطناعي مرعبة، فانت هتقدر تعرف الموضوع ده لو انت معاك نسخة مدفوعة. العيوب والمشاكل الفعلية: اول عيب هو استنزاف البطارية، لانه شغال في الخلفية طول الوقت، انت نايم وهو صاحي بيراقب. تاني حاجة سعره غالي جدا بعد الفترة التجريبية. تالت حاجة لو الواتساب عمل تحديث أمني قوي التطبيق ممكن يهيس يومين على ما يرجع يشتغل تاني، لأن هما كمان بيحدثوا على تحديث الواتساب. والأهم إنه بيحرق دمك، المراقبة اللحظية دي بتخليك مهووس بالموبايل. التركات والأسرار: لو عايز توفر فلوسك التطبيق ده بيديك ساعات تجريبية في الأول، استغلها في وقت الذروة اللي انت شاكك فيه، وفعل ميزة ديلاي ساماراي عشان يجيلك تقرير واحد آخر اليوم بدل ما يجيلك 100 إشعار يصدعوك. تنبيهات قبل الاستخدام: خلي بالك التطبيق بيطلب صلاحية الوصول لجهات الاتصال، وده خطر على خصوصيتك انت. كمان التطبيق بيعتمد على سيرفرات خارجية، يعني بيانات الأرقام اللي بتراقبها متخزنة عنده، فبلاش تراقب أرقام حساسة أو شخصيات مهمة. أكبر فخ في التجديد التلقائي: لو ربطت فيزا عشان تاخد العرض هيسحب منك الشهر الجاي من غير ما يسألك. كمان الواجهة بتوهمك انك لو اتفرجت على اعلانات هتاخد وقت زيادة، وده غالبا ما بيحصلش او بيديلك دقايق قليلة جدا. سوء الاستخدام: ممكن جدا حد يستخدمه في الابتزاز او مراقبة زملاء العمل بشكل غير اخلاقي. نصيحتي ما تخليش الفضول يخليك مجرم خصوصية. لو حد بيراقبك الطريقة الوحيدة تهرب منه هي انك تقفل الانترنت خالص او تغير رقمك. في بدايل زي وي ستيت او وات ايس او والسليم لوك بيتميز في
النص بينهم هو أحسن في الإشعارات بس أسوأ في السعر. لو عايز حاجة مجانية تماما للأسف مفيش حاجة مستقرة زيه، كأنك بتدفع تمن استقراره. الخلاصة يستحق لو انت أب أو أم أو عندك سبب قهري، يستحق جدا لو انت مجرد فضولي. ابعد عن الشر وغنيله، لأنه هيسحب وقتك وفلوسك وصحتك النفسية على الفاضي. نرجع بقى لسبب الناس زمان كانت بتراقب ولادها من ورا الباب. السبب والطمأنينة، هما كانوا عايزين يطمنوا ان الشخص جوه البيت وبخير. لكن تطبيق سليم لوج والتحول الرقمي خلانا بنراقب الروح الرقمية للشخص وهو بعيد عننا بالآلاف الكيلومترات. وده الفرق بين الاهتمام والهوس. أهم تعليق على تطبيق على المتجر وجايب لايكات كتيرة، هو تطبيق دقيق جدا لدرجة التخوف، بس السعر مبالغ فيه جدا، كأنك بتأجر مخبر خاص بالدولار. لو عجبك التشريح ده متنساش اللايك والاشتراك، وقولي في التعليقات هل المراقبة دي حماية ولا انتهاك خصوصية. سلام.